mala maga long mala ba di chabi jan ka social media long chabi jan long ka website ta ka ti babu loj na kai انا ما هذا اخر زي ما انا وعدتكم انه انا قلت انه انا هتكلم الرساله هقول الرساله بتاعت الناس الكبار او كبار الايام بتاعت النوير. قبل ما نمشي للاخبار بالروتانا لازم انا ادي رساله بتاعت كبار الايام بتاعت النوير. ان احنا عايزين نكون تفرقوا فرق بين التنظيمات والمجتمع. يعني الكلمتين ده شيلهم برا وادرسهم. انت لو انسان مثقف وانسان متعلم، ما قالوا انه المتعلم اللي يكون المثقف اللي يكون جامعي، ما قالوا انه المثقف لازم يكون جامعي، يكون زول خريج جامعي، لا. وما قالوا انه زي ما بيقول عربي ما كله قاري متعلم. يعني التعليم العلمي ده براو. يلا لما تجي تفسر العلم بتلقى انه كل انسان الله اداه موهبه، كل انسان فينا الله اداه موهبه بتاعه. فعشان كده العلم بيمشي بيختلف، بيكون في آداب وبيكون في علمي وبيكون في. فعشان كده إنه أنا بجي بقول لكم أنا بتكلم جيمس دينغ تونغ دوك، فبتكلم كزول نويراوي، بتكلم كزول بتاع مجتمع بتاع نوير. أنا الرسالة اللي بقوله ما بقوله كزول في ناس في فرق بين ناس كتير. في ناشط بتلقى في ناشط سياسي الداير عشان عنده تنظيم. انا بتكلم ما عندي تنظيم عشان بعدين ما تاخدها بالتنظيم، بعدين ما تاخد بانه والله ده انتوا عندكم منظم وانتوا تنظيم حقه بيتكلم من ناحيه تنظيمه. لا، انا بتكلم في ناحيه بتاع المجتمع بتاع النوير. انا بتكلم كواحد من ابناء النوير. والرساله ما ممكن اي زول قايد من ابناء النوير عنده حق انه الحاجه تكون من ابناء النوير. ممكن يكون في اي تنظيمه لكن بيكون من ابناء النوير. ممكن يكون في اي تنظيمه لكنه بيكون من ابناء النوير. ممكن يكون في تنظيمه بتاعت ايوه جناح دكتور ريك مشار، ممكن يكون في جناح قروش دول، ممكن يكون في ايوه كده. ممكن هذا بتاع تبشير له ده ايوه لانه هو شنو هو معارض، لكن ايوه عنده اسم بتاع ناس. فممكن تكون في تنظيم بتاع ناس لكن انت من ابناء النوير. ما بنشيلك برا من المجتمع نقول انه انت ما من ابناء النوير لانك انت في التنظيم، لا. لكن بيجي بيفصلوك 200، بيجي بيفصلوك لما انت بنجي نفصلك. ادوني اليد، ادوني طب، ادوني اليد الاصبع، ادوني طب 200. بيجي 200 المجتمع بيجي بيفصلك منه لما تكون عدو المجتمع. المجتمع بفصلك لما تكون عدو للمجتمع. المجتمع بتاعت اي مجتمع بفصلك لما تكون عدو بتاع المجتمع. ممكن المجتمع يفصلك. زمان بنسمعوا انه في زول بيطردوه من المجتمع لانه الزول ده فاسد في المجتمع. في زول بيكون فاسد في المجتمع بيطرده زمان، بيخلوه يرحل، بيقول له يا اخي انت انسان فاسد. هسه دي الفاسد بيجي يسجنوه، الانسان الفاسد بدخلوه السجن. فانا بتكلم كزول ناشط، ما ناشط سياسي، ناشط اجتماعي، وبتكلم عن حاجات الاجتماعيه في امن النوير. وانا من ضمن الناس بشجع حاجه اسمه الجيش الابيض. انا من ضمن الناس الممكن بيحملوا الجيش الابيض. وممكن باقينكم ما فاهمين كلمه الجيش الابيض ده معناته شنو. هل الجيش ده جيش اصلي مدرب ومسلح؟ لا لا، الجيش الابيض ده الشباب بناديهم جيش الابيض. ده شباب وعندهم حق للحمايه بتاعت البلد. ما بسموهم جيش الابيض، بسموهم شباب. ده الشباب الحمايه لشنو؟ للعشيره او حمايه للقبيله.
وكل عشيرة في النوير عنده رئيس بتاع وايد عامي. نحن كابناء النوير ده حياة بتاعتنا عايشين بو من زمن الحضاريات القديمة. من زمن الحضاريات القديمة احنا عايشين كده، عشان كده ابناء النوير لسه بيتكلموا اللغة بتاعهم، ولسه بيدافعوا عن انفسهم، بيدافعوا عن اللغة بتاعهم. ففي حضارات انتهت، حتى اللغة بتاعتها انتهت لأنها ما عندها ناس اللي بيهاموا الحضارة. يعني احنا كابناء النوير بنهامي حضارتنا، بنهامي تقاليدنا. عشان كده لو دخلت في حرب معانا في مشاكلك كابناء النوير، مشكلتنا مع قبيلة الدنكا ما بدأ الليلة. مشكلتنا مع قبيلة الدنكا أو مع قبيلة شنو قبائل اللي جنبنا ما بدأت الليلة. عندنا مشاكل من الله خلق الدنيا ده، عندنا مشاكل. فنحن بنهامي أفكارنا، بنهامي حاجاتنا، بنهامي المعاشي بتاعتنا، بنهامي أي حاجة، بنهامي أراضينا. فديل الشباب من مرة لحد الأطفال أو الطفولة بيمشي بيخش في السلاطين. السلاطين عندنا أول سلاطين، أول كبار العيان بتاع النوير، ديل الناس اللي عندهم آخر قرار. الشباب ممكن يعملوا، ممكن يمشوا ويشاكلوا ويعملوا، لكن القرار الأخير والآخر قرار بيطلع من كبار العيان بتاع النوير، اللي هو سلطان وكبار السن. دي الاخر قرار حقهم، بيقعدوا وبيقرروا انه المجتمع يكون كده، انه في حاجه كده ظاهره في المجتمع ما نافع، او في ظاهره ما كويس. كبار الايام بتقعد تتكلم وبيقولوا انه الحاجه ده ما كويس. ما كبار الايام السياسيين، ما كبار في السن عشان انت بقيت سياسي انت كبير في السن، لا لا. ما كبار الايام هنا عندهم حكمه. ديل ناس كبار قاعدين جوا البلد، ديل ناس قاعدين جوا البلد ما سياسيين، عشان ما تاخذها بعدين في اللغه السياسيه تقول انه كبار الاعيان زي ما دينكا عندهم كبار النسل ولا كبار اعيان تاع دينكا. لا لا ما كده. انا كبار اعيان ديل ناس البلد، ديل ناس اللي قاعدين في البلد، ديل ناس اللي بيقودوا المجتمع في البلد، عشان ما يكون في حروبات بين العشيره وعشيره او بين خشومبيت وخشومبيت. فبديرة الناس ديل. فالناس اللي بيتكلموا حتى لو في زول قتله من عشيرة تاني، الناس تجي تقعد و بتهل الدية، بتعملها بالدية. دي كبار الأيام عشان الحاجة ده ما ينتشر وما يحصل فيه مشكلة. كبار الأيام بتقعد وبتهل المشكلة. يعني بعرفوا ان الدية ده بكم. مثلا في عندنا في تقاليد النوير ممكن تختطف بيت، تختطف البيت. الناس اخوان البيت وهي بيشاكلوك. فانا بس ما داير افسر المجتمع النوير بالعربي، لكن انا في يوم بجي بفسر لكم مجتمع النوير بالعربي بيعيشوا كيف. لكن الحمد لله عندنا كتب، عندنا السودان القديم بيوري عن مجتمع النوير، المجتمع النوير ديل عايشين كيف. فنحن عندنا الناس ديل بيحلوا مشاكل. يعني في مشاكل كتير، وعندنا بعشاير، في عشاير كده ده عليهم الحلول بتاعت المشاكل، في عشاير عليهم البطولة، ناس اللي بيحاربوا، ونازل من ضمنهم ناس لو في حرب بيقرروا الحرب. عندنا من زمان ابن النوير عندنا الناس اللي عليهم انه فكاهين فيه. فشيلان داير اقول لكم عندنا قوانين في النوير. فكبار الايام بتاع النوير ادوا الجنوبيين رسالة، وانا داير اوصل الرسالة ده. قالوا بالعربي ما على الرسول الا البلاغ. بالعربي الفصيح بيقولوا ما على الرسول الا البلاغ. يعني الانسان اللي بدي رسالة، الرسول ما قالوا انه ده نبي. في فرق بين النبي والرسول. الرسول ده زول بتاع رسالة، ده زول بدي رسالة، ده كلمة الرسول. ما قالوا رسول الا يكون زول عنده دين وبيتكلم عن لا، ده رسالة. فالمثل العربي بيقول ما على الرسول الا البلاغ. انا ما علي الا انتوا الجنوبيين اديكم رساله بتاعت المشايخ والسلاطين وكبرايان النوير تحت هناك. هم قالوا شنو في ارض الواقع، هم بيقولوا شنو. فاستمع كويس. وانت لو من قبيله تانية او انت من النوير ورطانه بتاعهم باران كلمت برطانه ممكن فاتك حاجه. من النوير بيقولوا كده. السلاطين الكبار ما واعد، ما شباب جيش الابيض
فرق بين الجيش الابيض وكبار الاعيان. كبار الاعيان ديل بيقعدوا بحكموا ديل ناس عداله، بحكموا بين الحق والباطل. ديل كبار اعيان تاع النوير، ما كبار اعيان كان جايين يخلقوا فتنه، لكن بحكموا لو في غلطه في المجتمع هم بيجي بيعدلوا. ديل ناس عدالين، الناس التحت. وهو معلش يا اهل النوير، انا ما بس قطعت انه في انا ما اعرف في الحاصل شنو. المهم ده يقطع، لكن انا ما هقطع الفيديو لانه الفيديو هيكون طويل، انا ما هقطعه. كبار الاعيان ديل من ناس الحكومة بتاع النوير، ناس عندهم حكمة. الله اداهم حكمة انه يحلوا مشاكل، والله اداهم حكمة في مناطق النوير انه ديل لو قالوا حاجة بمعنى الحاجة دي مدروسة، ما ساكت. الشباب ممكن يقرروا يمشوا حارب براهم، الشباب ممكن يقرروا اللي هو الجيش الابيض وايد ارمي، اللي هو ممكن يقرر الشباب ده اللي يقرروا حمايه حمايه النوير. درعا حمايه النوير، بيقولوا درعا بالعربي القديم. الدرعا بتاعت حمايه النوير ممكن ينفعل، وممكن يمشوا لقبائل القريب معهم ومعهم غادة بتاعهم، ممكن يهاجموا الناس، ممكن يمشي لانه شافوا الخطر بتاع القبيله الثاني قريب معهم. فعندنا الحاجه ده من زمان. فكبار الايام قالوا كده، الرساله ده ماشي لناس جوبا. انت لو من جوبا، انت لو من اكواتوريا، انت لو من واو، انت لو من قبائل على النيل الثاني اللي بيتكلم اللي بيسمع عربي، انت الحاجه ده اعمل له شير. انت لو من ابناء النوير كمان اعمل الحاجه ده رسل، اعمل رسل لناس. ادوني طم، ادوني المصبع. ثانك يو. ادوني طم، ادوني مصبع، ادوني طم. هنا كبار الاعيان ديل قالوا كالاتي، قالوا يا ابناء بتاع قبيله الدينكا، المشكله اللي انتوا قاعدين تجرجرونا فوقه ده، بنعرف بنعرف الناس اللي صنعوا المشكله، فمنكم من ابنائكم وانتوا ما قاعدين تتكلموا معاهم. انا هنا هسي كمجتمع بتاع ابناء النوير بنتكلم كمجتمع، ما قاعدين نتكلم كتنظيمه، نتكلم كمجتمع بتاع ابناء النوير اللي هو كبار الاعيان او النظراء، الناس الكبار في السن، الحكومات. هم قالوا كالاتي، الحكومات بتاع النوير ناس عندهم حكمه ويزول كبير من كل قبائل. اتصلوا بي بتليفون او ضربوا لي تليفون يوم الجمعه من كل مناطق بتاعهم، فخطيتهم في حته واحد كلمنا. فهم قالوا لي يا اخي نحن في حاجه غالبنا، ونحن دايرين حاجه ده، الرساله بتاعنا ده وصلوا للجنوبين، الرساله بتاعتنا ده وصلوا للجنوبين او وصلوا للناس اللي عاملين فيه، للناس اعداء بتاعنا كله، خليه يسمعوا الرساله ده. فالرساله ده مننا نحن كحكومه، انا ما منهم لكن منهم هم حكومه. عشان كده انا يوم السبت ما طلعت برا، يوم السبت ما جيت عشان اجي ادي رساله يوم الجمعه، يوم الجمعه والسبت. حتى يوم الاحد ما جيت كلمت لي، يوم الاثنين حتى السبت ما اتكلمت، لانه كنت بدرس الطريقه اللي انا هقول به الحاجه ده نفس الطريقه اللي هم قالوا به. الطريقه اللي قالوا به ده طريقه سخن، ده طريقه بتاعت بودي، انه انا لو قلت بنفس الطريقه بتاعت الروتانا، طبعا ترجم من روتانا لعربي بيختلف بعض مرات، في اشياء يعني بتقولوا ممكن قويه شديد بالعربي، او في حاجات بتقولوا خفيفه بالعربي، ما معنى بتاعه بيقلل من المعنى شويه او بتقل من المعنى شويه. كبار عيال تنوير بيقولوا كده، بيقولوا انك يا سلفا كير، لانه نوير هناك تحت بيشوفوا سلفا كير ده رئيس بتاع دينكا، ما قاعدين يشوفوا سلفا كير ده رئيس بتاع الجنوبين كله، لانه سلفا كير بيحمي لدينكا، لو في حاجه حصل لدينكا بيمشي بحمي دينكا كقبيله، ما بيحمي الجنوبين. حتى ناس اكواتوريا ما في حاجه قاعد يحميهم به، يعني ناس اكواتوريا بيمشي بقتلهم، بيشيل حاجاتهم، بقلع اراضي بتاعهم، لكن للدينكا بديهم للدينكا، يعني بيشيل من القبائل بديه للدينكا. فالحاجه ده زعل ناس كتير، زعل النظام اللي قاعدين يعاينوا. فقالوا يا سلفا وحسب النظر حقهم يا الرئيس بتاع دينكا، الرئيس بتاعت قبيله الدينكا، انا بنقول لك العاتي، لانه بيشوفوا كير سلطان بتاع دينكا، ما قاعدين يشوفوا كير كرئيس بتاع الجمهوريه، بيشوفوا كير كسلطان بتاع دينكا. قال لي يقول لي كير مع ناس بتاعه او كلم كير حتى النوير اللي شغالين معه،
لانه اي زول الفكر بتاعك اتشال لحاجه تاني، بقيت طيبه للناس دي. اي زول الفكر بتاعك راح لاتجاه تاني، بقيت مع اتجاه الفكر بتاعك راح عنه. فهنا بيقولوا قول لكير مع اتباع بتاعه كلمون، وخصوصا ناس كول منيان ديل قال لي كلمون، ناس بور القريبين معانا والدينك القريبين معانا قال كلمهم. قول لكير انت يومتها لما الميديا كله طلع برا قالوا كير مات وكير مات وكير مات، الناس كله بيقولوا كير توفى كير توفى كير توفى في ميديا. كير لو ما يتوفى خليه يسهر، كير لو ما يتوفى خليه يطلع برا، كير لو ما مات خليه يمرق، كير لو ما مات خليه يطلع برا. قال انت براك بنفسك مركت برا مع بول مالون، زمن ده كان بول مالون يا هو شيف ستاف بتاعك. انت بول مالون طلعتوا برا، وطلعتوا بعربيه مكشوف فيها فتحه بفوق، وبقيت اسلم للناس يا جماعه انا ما مت، انا حي عشان البلد. منطقه بتاع جوبا اللي هو طبعا جنوب السودان منطقه جوبا منطقه جوبا بس يا جنوب السودان، منطقه جوبا يا جنوب السودان، باقي الجنوب ده كله يقع النهر يقع البحر. ده كلام بتاع السلطان كير. فهنا بيقول شنو؟ بيقول انه انت لما قالوا انت مت طلعت برا مع بول مالون، وجيت لفيت مع بول مالون شيف ستاف بتاعك، وريت العالم انه كير ما مات. انا كير انا ما مت، انا حي. وريت الناس كله، العالم شافتك في التلفزيونات العالميه، في ميديا، في محلات، ده كله شافوا انه كير حي. والناس اللي كانوا قالوا قالوا نزل تحت، الناس يعرفوا انه كير، حتى ناس جوبا ذاته يعرفوا كير، ناس قاعدين داخل جوبا. داخل جوبا ده لما نقول ناس جوبا يا جماعه ما قصدنا ناس جوبا القبائل، قصدنا ناس داخل جوبا الساكنين في جوبا. في فرق بين الناس الساكنين جوا جوبا داخل جوبا، وفي فرق بين الناس اللي بيقول ناس جوبا. في فرق يعني افرق بين ناس جوبا اللي هو الاصليين الاصول بتاعت الجوبا، وفي فرق بين ناس الساكنين في جوبا. بالمعنى ده انا قاصد بناس القاعدين في جوبا كلهم شافوك يا كير انك انت ما مت، انت حي. فالناس اللي كانوا مثلا لو كان في انفعالات ولا كان في انفلاتات نزلت، لانه كل دول ممكن يكون رد الرئيس، ممكن تعبان يقول الرئيس ما داير اكون رئيس بحقه، لانه كل زول في جوبا قاعد بالجيش بتاعه في بيته. ممكن اي زول الليله يقوم بس يقول ما دام الرئيس كير مات انا بكون رئيس المجموعه. فهنا ده الحاجه ده قال له، لان انا هفسر الكلام ده بعد زمن، انا بعد زمن كده هاجي هفسره بعربي. بعد زمن تاني بعد سنين جا قالوا تاني كير مات جوا البيت، كير مات في داخل بيته، كير مات في داخل بيته، كير توفى. الاعلام جرى والميديا جرى والناس تتكلم كير مات كير مات كير مات، الفيسبوك كله ملا كير مات في بيته، كير مات ما هيقوم تاني، كير مات في بيته، عشان كده ما قادر يطلع يمشي شغل، كير مات في بيته. وكان كير عيان، فولا هو عيان ولا هو قاعد في بيته المهم ما اخذ له اجازه، ولا هو قاعد في البيت المهم ما مشى المكتب، قالوا كير مات. فانت طلعت برا يا كير ويا جروب بتاع كير، ناس يا جين يا جين، قلت له كير اطلع برا. كير طلع برا جو هوش بتاعه، جو هوش حقه فيديو ده في لو ده بالفيديو انا عندنا بنتكلم باثباتات. طلع برا في هوش حقه كير وجا كلم ناس، قال للناس يا جماعه انا كير ده انا ما مت، انتوا ناس السحارين ديل الدايرين تسحروا تتكلموا عن كير ما، سحارين ديل تتكلموا عن كير ما ده هتموتوا قبالي. ادوني طم، ادوني يد، ادوني اصبع، ادوني طم. قال لكم انتوا ناس اللي بتقول اعملوا شير يا جماعه، فيديو ده اعملوا شير، اعملوا شير. من قالوا انه بولينو ماتب مات زمن ده، بولينو ماتب في علاج في نيروبي، قالوا انه بولينو ماتب مات. الحاصل شنو؟ الحاصل هو انه بولينو ماتب طلع الرادي ومشى في الاذاعه وقال للناس يا جماعه انا حي، انا في نيروبي وهسه كده انا في جيم، وفي صوت حقه لي يوم الليله قاعد قال هسه انا قاعد في جيم وانا في نيروبي في علاجات. ده عشان شنو؟ عشان الناس ما تخش في حاجات تانية. تعال هنا يا ناس اللي قاعدين في الحكم، مثلا الناس اللي في جوبا مثل في حكومات بتاع جوبا. طبعا كلمه حكم ده حكومات، كلمه دي حاكم، انت زول حكيم يعني زول عادل، عشان كده بيجيبوك قلت حاكم بتاع ولايه كده، ده زول حكيم يعني زول بيدرس حاجات بالعداله. انا جاي افسر لكم حاجه ده بالعربي يوم من الايام، الناس اللي شايفين عربي
وبيقولوا هم بعرفوا اللغة العربية. كلمة حاكم ده طالع من كلمة حكيم. كلمة الحكم طالع من الحكماء. ناس حكماء هم اللي بيديروا البلد، يعني ناس عندهم عقل بيميزوا بين الغلط والصح، بيميزوا بين ده وده. ده كلمة حكم. كلمة حكم طالع من كلمة حكيم. زول حكيم، زول مفكر، زول راسه شغال. ده كلمة الحكومة. بيقولوا حكومة ده الناس كتار جمعهم وبيغرروا للناس، بيقولوا الناس الحقيقة. لكن في جنوب السودان ده ما حكومة، ده البلداء. انا ما اعرف البلداء ده يقولوا كيف حكومة البلهاء ولا حكومة البلداء. المهم دي الطريقة اللي هم قاعدين فوقهم. فالحاصل كالاتي، فهم نوير، مجتمع بتاع نوير بيقولوا لكم يا جنوبيين اسمعوا الكلام ده كويس واعملوا شير. ده اخر رسالة جاء لي الرسالة. مجتمع بتاع نوير بيقولوا ان احنا ما بنتكلم بانه الحكومة بتاع نوير بيقول ما بنتكلموا، ما قاعدين نقولوا انه كان نتكلم كمنظمات كآي وكلا. لا، احنا بنتكلم كنوير. فبنسألكم بنقول لكم يا اخي جنانا ده طبعا رياض مشار ده واحد من ابناء النوير. رياض مشار اللي قاعدين تسمعوه، رياض مشار، دكتور رياض مشار، دكتور رياض مشار ده واحد من ابناء النوير. وما نزل من الاسم من السحاب، ونزل مسمى الدكتور ساكت، ما عنده عشيره وما عنده قبيله. دكتور رياض مشار قاعدين تسمعوه ده هو من قبيله النوير في جنوب السودان. فعنده محل جاي فوقه زي ما كير سلطان دا دينكا جاي من ابناء دينكا. حتى قبيله كير دينكا معروف. فقبيله وانيكا بارياوي معروف من باريا. فهنا داير اقول لكم هنا اي زول عنده محل جاي فوقه. فالقبيله او مجتمع ما بيسيبك. لو انت جانا مجتمع كويس، قبيله ما بيسيبك. فالقبيله حتى لو جناه كعب ما فوز البعض بجناه. قالوا البيروتان بالعربي الفصيح، قالوا القرد غزال فين امه. قالوا القرد ذاته، القرد الواحد ده غزال فين امه. القرد غزال فين امه، بيتشاف زي غزال حلو شديد. عنده انت بتشوف القرد كانه شكله شين وكده، لكن فين امه حلو شديد. فهم بيقولوا نحن ولدنا ده اللي اسمه رياض مشار ده ولدنا نويراوي. يا اخي يا سلفكير مع ناسك ومع زول السجن سلفكير. طبعا زول السجن رياض مشار بنعرفه طبعا. زول بتاع فتن احنا بنعرفه ده كول منيان. كول منيان معروف بتاع فتن، هو ذاته بعرفه ناس البلد بعرفوا انه كول منيان هو الفتان. كول منيان اللي قاعد تشوفوه ده هو الفتان. ما في زول اسمه جيسي شنو ده كله من كول منيان. الحاجات اللي حاصله ده كله سقطات. ده يوم انا بيجي افسر لكم من كول منيان. حتى الناس بيقولوا تابان دينج، بيقولوا رياض مشار، بيقولوا سلفكير. اللخبط البيهب يضر يلخبط البلد ده كول منيان. ما دار له يلفوا ولا يدوروا. ومهندس بتاع الثلاجات، وطلع مهندس حرب. من مهندس ثلاجات لمهندس حرب. فكالاتي الكلام، انا باقي لي زي 20 دقيقه انا بمرق. ده انا اكمل الرساله بس. بيقول هنا في الرساله، الناس بيقولوا في الرساله انه يا اخي ولدنا اللي اسمه رياض مشار ده ومن ابناء النوير. بيقول له انت لو هو في سجن، ولابناء النوير اللي قاعدين شغالين معاك برضه، لو رياض مشار ده في سجن خليه يطلع يدينا صوته. ما دايرين جسمه ذاته، بس يطلع يقول لنا صوته، يقول لنا يا جماعه انا حي ويرزق وانا قاعد في البيت، وانا محجوز في البيت، محبوس في البيت. انا محبوس في البيت وانا منتظر قرار من اللي بيقولوا حكومات بتاع دينكا عشان يقولوا لي شنو. خليه يطلع برا يقول لنوير انه انا حي ويرزق. خليه يطلع برا بصوته يقول لناس لمجتمع بتاع النور، حتى لو بروتانا ولا بانجليزي ولا بعربي، يقول انه انا حي ويرزق. انا رياض مشار بتكلم معاكم من البيت بتاريخ كده، يقولوا بتاريخ كده بيوم كده الساعه كده. انا دكتور رياض مشار تين درجون، انا بتكلم مع المجتمع بتاعت العالم ومجتمع بتاع النوير انه يا جماعه انا حي ويرزق. خلاص ده اللي دايرينه. لو ما قدر طلعنا جسمه، لو انتوا ده وده المجتمع قال، لو انتوا قتلتوا الزول ده مثلا قتلتوه، بس بتحرسوا في جثه
ادونا الجثه بتاعه ده بنجي ندفنه كابنا النوير. ادونا الجثه بتاعه بنجي ندفنه. عندنا تقاليد بيدفنوا بها الزول. عندنا تقاليد بيدفنوا بها ناس كبار في النوير. عندنا تقاليد بندفن بها ناس مسؤولين. ما تقاليد العام ده، عندنا تقاليد بتاعنا بيطبخوا له تيران، بعملوا. انتوا لو قتلتوه ادونا الجثه بتاعه، ولو ما قتلتوه خلونا نسمع صوته. لانه ناس يو ان جوكم انتوا ما سمعتوه. ناس افريكا اللي هو جيراننا كله بيقولوا افريكا جوكم، افريكا يونيون، انتوا ما سمعتوه. جاكم اللي قاعد شرق افريقيا انتوا ما سمعتوه، ما خليتوه يشوفوا الزول ده. فالزول ده لو حي خلينا نسمع صوته، ولو قتلتوه ادونا الجثه. فده رساله واضح، ده من سلاطين تحت ومن حكومات بتاع النوير، ما مني انا كادين. ما تقول ده دين تونج يا قال لا انا بدي اتكلم كدين تونج، بقول لك انا بتكلم كدين تونج. وكلام اللي قاعد اقول لكم ده رساله واضح من ابناء النوير كله، اللي هو حكومات بتاع النوير القاعدين في بلد. الناس الكبار يا هم بيقولوا انه لو الحاجه ده حصل انه انت قتلته ادونا الجثه بتاعه. ما يكون زي الجثه بتاع دوان المال لقيناه ليه يوم الليله. ما ممكن يكون زي دوان جاي كوك القتلوا يوم الليله ما شافوا الجثه بتاعه. لا نحن عايزين، لانه هو من ابناء النوير الغاده، وده تقولوا غاده كويسين ولا غاده كابين، مهم غايد كان من ابناء النوير والنوير بيحترموه. والكبار الاعيان قالوا لو قتلتوه ادونا الجثه بتاعه، ولو ما قتلتوه دايرين نسمع صوته. بل واضح عشان انتوا بعدين ما تقولوا انه الكلام ده قبل كده ما قلناه، لانه قبل كده انا حذرناكم انتوا الجنوبيين، قلنا لكم يا جماعه الشكل اللي في ده بين دينكا والنوير ما تدخلوا فوقه. وبرضه قبل كده في ناصر حذرناكم، في ناصر كلمناكم قلنا لكم يا اخي الجيش الميليشيا تاعكم ديل تعال شيلوهم، لانه ديل لا بيصرفوا قروش، لا عندهم موايه، لا عندهم لبس زي عسكري، بس عندهم سلاح في يدهم وبقلعوا حق المواطنين. بيمشي باكلوا في مطاعم وبيدقوا ناس في المطاعم. بيقول لك لما قروشنا يجي عندهم 11 سنه ما عندهم قروش، 11 سنه ما بيصرفوا، ما عندهم قروش في ناصر. يا جماعه ناس بيستفيدوا من المواطن، بيستفيد منه شنو؟ وانا هاجي افسر الكلام ده للجنوبيين وهفسره بعربي. شكل بتاعت الناصر واوقات شكلة الناصر والاسباب بتاع شكلة ناصر لشكلة فانجاك انا بفسر لكم كله، لانه الناس بيتكلموا ساكت بدون ما يفسروا الحاصل بالضبط شنو. ده مش يقول لا الناس اللي اتمردوا ساكت، الناس ما دايرين جيش. الجيش اللي دايرين يجيبوه لمنطقه ناصر ومنطقه فانجاك ده اقولك ومعه ابو شوك. واقولك ابو شوك ده زيه زي وايد ارمي، ده الجيش بتاع قبيله الدينكا اللي هو الدينكا القريبين معانا. ابو شوك ده من دينكا، ده دينكا بتاع على النيل بنعرفهم. والجيش بتاع شلوك ده بقول له اقولك بقياده جونسون ولون بنعرفهم وكلكم بتعرفوهم، وحاجه ده في ميديا معروف. فدارين يجيبوا لنا يجي يشيل السلاح من يدهم. كويس، تجريد السلاح، تجريد السلاح، يجردوا السلاح من يدين الشباب. والسلاح ده الشباب ده بيحموا بها انفسهم. الشباب ده السلاح ده هم بيحموا بها انفسهم، بيحموا بها بقرهم. زي ما بتلقى ناس بور في جوكتوريا لافين بالسلاح، تلقى دول شايل له سلاح بذخيره بتاعه رافينه ورا البقر والبقر ماشي. عندهم كده بيحرسوا بها البقر. برضه نفس من النوير عندهم السلاح حقهم بيحرسوا بها البقر، بيحرسوا بها الارض. فجايين يجردوا السلاح من ابناء النوير. وجوز رول المشي بيقول انه هيجري السلاح من ابناء النوير اللي هو من الشباب بتاع النوير. وشباب النوير قالوا لا ما بنديك سلاحنا في ناصر، ما بنسلمك سلاحنا ونسلمك اخواتنا ونسلمك نسواننا ونسلمك ناسنا، لا. فدين قرروا قالوا انتوا لو رفضتوا تدونا السلاح بنخليكم ترطنوا روتان دينكا، هنخليكم ترطنوا روتان دينكا. انتوا ناس بتاع النوير القريبين معانا في على النيل ده بنخليكم ما بنسيكم الا تقولوا جلويليو بروتان دينكا. نوير لما سيبوا ناس ناصر سيبوا الكلام ده قالوا لا، لا للاستسلام، قالوا لا للاستسلام. وده القتل مجر. لانه انا بجي افسر الاسبوع الجاي القتل مجر شنو وليه مجر في الارض ليه يوم الليله. انا الاسبوع الجاي ان شاء الله
هكون فاضي حاجه افسر لكم بعربي انه القتل المجر ده ما وايد عامي، ده ما الجيش الابيض، ده ما نوير. مجر قتلوا حكومه لانه 11 سنه ما في يا جماعه عمليات قاعد يخطوه في منطقه 11 سنه. حتى لو سلطان ما بحكم 11 سنه، في تغييرات. الملك يا ممكن يكون 11 سنه ل 100 سنه، ده ملك زي ما الملكه اليزابيث مات وهي ملكه. لكن ما ممكن تجيب لنا زول تخط لنا 11 سنه 11 سنه. يا اخو اصله ده ما فات سلطان 11 سنه اشتغل مع كم سلاطين وفاتوا. تقول لنا قال مجر ده والله مشى قتلوه وكان في منطقه ده. يا اخي زول عايش في منطقه واحد 11 سنه. يا اخي ده لما فات ده ولده يال لما مشى مدارس ويال اتكلموا وولده يال. والولد ده زمن هو كان جامل 11 سنه واللي قاه 11 سنه بقي راجل الزوج لما ولد. اللي قاه 7 سنه بقي عنده قريب 18 سنه خلاص ولد ذاته بقي عنده يال. يا اخي زول تقول لنا قال مقعدينه في منطقه. حتى لو مشيت معاك المحكمه هسه قلت لك يا اخي الزول ده جا قاعده في بيتي. زول ده قاعده في بيتي 11 سنه بدون ما عنده ماهيه ما عنده اكل. انا باكل فيه 11 سنه. يا اخي انا ما بكون ده مطالب حكومه ذاته. ابناء الناس ذاته بيكون مطالبين حكومه. ابناء ناصر بيكون مطالبين حكومه ذاته لانه اكلوا حقهم. ابناء ناصر ذاته اكلوا الناس دي 11 سنه. يا اخي المفروض لو انت صحيح دين كده انت بتفهم المفروض تعرفوا انه الزول اكلوا 11 سنه. 11 سنه ده عمر زول. حتى زول يجيك يقول لك يا اخي انا جايك ضيف يقعد لك 11 سنه في بيتك. ده بيكون ضيف ما ساكن معاك. تقول ضيف تاني كيف وزول ساكن معاك 11 سنه؟ انت تقول قال ده ضيف جاي ضيف وماشي بيغيروه. عشان كده اسباب بتاع شكل بتاع ناصر زي اسباب الحادثه جاي يحصل. انتوا لو ما فتحتوا عينكم كويس الجنوبين نفس الاسباب. ادينا وورنينج للحكومه، ادينا انذار قلنا له يا حكومه تعال شيل ناسك ديل، احنا ما عايزين مشاكل. 11 سنه هو ما بيسمع. الناس اللي بيبلغوا من الناس ده عندهم سنه. يا اخي الناس اللي قعدوا ما كويس، الناس اللي قعدوا ما كويس، الناس اللي قعدوا ما كويس. انتوا ما سمعتوا لحد ما جا قتلوهم لانه انتوا عدمتوهم. ده ناس انتوا وديتهم لاعدام. يا اخي اقتلوا منها ما فاضيين. ده حاجه اللي انتوا قلتوا للمواطنين بتاعت النوير اقتلوا ناس ما فاضيين عشان كده قتلوهم. عشان كده برضه بنحذركم تاني انتوا كجنوبين. بنقول لكم زي ناس كول منيان اسمعوا الكلام ده كويس. رساله ده ماشي لكم انتوا ناس اللي بتقول لنفسكم انتوا حكومه. الزول ما بنحددكم، ده ما تحديد ولا قاعد نقول لكم ده تحديد. بنقول لكم بس زول ده لو في دايرين نسمع صوته، لو ما في ادونا الجثه بتاعه. كلموا لحد ما السبب بتاعكم كلموا. انا هتكلم بانجليزي بكره. كلموا لحد ما السبب بتاعكم وروه. قول له يا اخي نازل قالوا الزول ده لو في ادونا الجثه بتاعه، ولو ما في الزول ده لو في ورونا صوته، ولو ما في ادونا الجثه بتاعه. ده قرار. ده لا ما تقول لي بعدين ده بتاع ايوه. ما تقول لي ناس ايوه قال ده ما ناس ايوه. ده مجتمع بتاع النوير لانه ده من ابناء النوير. ده مجتمع النوير بيقول كده. لانه الزول ده ما مسجون. انتوا ما سجنتوش عشان سياسي، سجنتوش من ابناء النوير. والفسجونات كله مليان بابناء النوير. فعشان كده الحاجه ده بنقول لكم يا جنوبين انتوا سبيشال ناس جوبا. احنا قبل كده كنا قاعدين نهجم بور. ناس بور ولا عارفين. انا لما كنا المشكله بنهجم ناس بور بعرفونا. احنا لو قلبنا هجوم بتاعنا كابناء النوير قلبناه لجوبا حتى كديس ما بنرحمه. ده اوريكم رساله. ما تقولوا قاعد نحدد، انا ما قاعد نحدد. حتى كديس ما بنرحمه. فعشان كده نحن ما بنقطع لزول اول، بنحذر لزول اول. يا اخي نحن ما دايرين مشاكل. انتوا بتقولوا والله بنعمل ناس مشاكل بهددوا ناس. لا انا ما قاعد نهدد ناس ولا حقنا مشاكل. الزول بخطى لنا اول. الزول بخطى للمجتمع بتاع النوير اول، والمجتمع بتاع النوير برد. زول بخطى للمجتمع بتاع النوير والمجتمع بتاع النوير برد. نحن حقنا رد. ما قاعدين نقطع لزول، ما قاعدين نمشي لزول، بنرد. انتوا ما تقولوا هسه والله نازل حددوا ناس ولا نازل بيقولوا كده. انا ما قاعد نحدد زول ولا قاعد نحدد مجتمع. لكن بنقول لكم كابناء النوير ما منظمه تنظيمه. عشان بعد ما تقولوا والله الناس دي المنظمين بتاع ايوه. لا في فرق بين منظمه ايوه كابناء النوير كقبيله. في فرق بين تنظيم وقبيله. فرقوا. ايوه ده تنظيم بقواعد حقه بقاعده بتاعه.
حتى لو في ناس ما فاهمين بيلخبطوا بين حتى من النوير بيلخبطوا بين التنظيم والتنظيم السياسي والتنظيم والمكونات الاجتماعيه، ده الغلطانين. لو انه انت بتلخبط بين السياسه والانسان المدني المسكين، الانسان المواطن، انت غلطان. القبيله ده ممكن يطلع منه من اي حركه، ممكن يطلع من قبيله، قبيله ده يكون فيه ناس كتير، اي زول حر. قبيلتنا انا النويره اي زول ممكن يكون في اي محل، ما بنجبر زول قال تعال كون معانا، لا. عندنا تقاليدنا، اي زول حر ممكن يكون في اي حته. فانتوا ما تجبرونا، لانه انا بنمشي ناخد قرار بعدين انتوا بتقولوا والله الناس دي طبيعتهم كده، الناس اللي بيشاكلوا، الناس دي طبيعتهم. لا، كنا انا من زمان ما قاعدين نرد لكم، لان احنا كنا بنمتص الحراره بتاعتكم، بنمتص الكلام الكعب بتاعتكم عشان نوري العالم انه انتوا المشكله، ما نوير كقبيله المشكله، ما نوير كقبيله هو المشكله، انتوا المشكله. انتوا اللي بتبدوا لي، تبي تكوركوا والله عملوا لنا كده، والله النوير عمل لنا، انتوا بتبدوا انتوا، لانه المثل بتاعتكم انتوا المثل بتاعتكم بتاع من الدنكا اللي هو بيبدو المشكله، ده المشكله بعربي بيقول ضربني وبكى صبغني واشتكى. ضربني وبكى صبغني واشتكى، ده مثل بعربي. يعني زول ضربني في اول وقام جرى مشى اشتكاني وقاعد يبكي، ويا هو ضربني انا ما ضربته، لكن بيجي يبكي هاي والله ولا عملوا لي وانا ما عملت له. عشان كده بيقول المثل العربي ضربني وبكى صبغني واشتكى. يا مثل انتوا قاعدين بتعملوا مشكله في الاول، بعدين بتبقى تشتكوا باقي ناس تاني، تقول والله ديل الناس ديل ما هنا، والله ديل الناس ديل يقع بيه ما هنا. والحاجه ده في العالم بيجي مكشوف ومعروف. وانا اقول لكم يا ابناء الجنوبين، ان شاء الله هنبدا برنامجنا كل مره خطوه خطوه بعربي وانجليزي وروتانا. وانا اقول لكم بعربي شكرا للحضور الكرام، ما شاء الله 70 نفر، وشكرا لكم وزعوا الرساله. واقول لكم شكرا للاستماع. واقول لكم ادوني اليد، قلت لهم من النوير ادوني اليد، ادوني الصباع، ادوني الطم، ادوني طم بتاعي ده، ادوني طم ما تنسوا. انتوا من النوير بتعرفوا ان كل يوم انا بقول ادوني طم، ادوني الاصبع. انا ما شايف اصبع الظهري يا ابن النوير، انا ما شايف اصبع الظهري. وين اصبع الظهري؟ فانا بقول لكم ادوني اصبع الظهري، وبقول لكم شكرا للاستماع. ودوا رساله، خلوا كل انسان جنوبي ولا كل انسان بيفهم عربي يلقى الرساله ويعرف انه رسالتنا كابن النوير في اتنين حاجات بس. الابناء النوير اللي قاعدين معاكم في السجون، لو قتلتوهم ادونا الجثث بتاعهم، ولو حيين خليه يمرقوا يقولوا اننا حيين. فده رسالتنا ليكم انتوا الجنوبيين. فاما خطوات الباقي اللي بناخده وبيكون خطوات تاني بعدين وما هنتكلم به في ميديا، لكن هتشوفوا بعينكم الخطوات اللي بناخدها بعد ما كلمناكم. وده حاجات الثابته انه نحن قلنا، عشان ما يقولوا بعدين يا اخي نازل بس جا هجمونا ساكت. يعني عندنا حاجه ثابته زي الفيديو ده، عملوا له شير عشان يكون ده ده اللي بيكون الشاهد. الفيديو ده يكون الشاهد بتاع انه ابناء النوير او سلاطين او الناس الكبار كبرايات تاني ادوا رساله لباقي الناس انه نحن ما خطينا عليكم، خطيتوا علينا. ما قاعدين ندخل في شؤونكم ونقول يا اخي انت حكومه طلع الناس دي، لا ما قلنا طلع الناس دي، قاعدين نقول يا اخي الناس مع صوتهم نعرفهم حيين، ده رساله حقنا. ما قاعدين نقول لك طلعوهم وجيبهم، لا لا، انت لو داير تحكمهم لو هم غلطانين، احنا ناس ابناء النوير عدالين. لو الناس دي تلاقيهم دي الناس عندهم اخطاء، عملوا لك اخطاء كايت دينكاوي عندك حكم بتاع دينكا بتحكمهم بحكمهم. لو عملوا لك مشكله ممكن تحكمهم، ما بنقف لك في طريقك. وانا هاجي افسر الطريقه الحياه بتاعت النوير او ابناء النوير بيعيشوا كيف، او المجتمع اللي هو القانون حقه بيعيش كيف. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير ومسيتكم بخير. انا همشي لروتانة النوير وادي رساله بروتانة النوير، ما نفس الرساله انا قلته امبارح، بس في حاجات انا داير اقوله بروتانة النوير. وشكرا لكم للمستمعين باللغه العربيه البسيط، اللغه العربيه البسيطه. انا شده من بلاري النوره
ولا ده اختم كلامي كالاتي، انا بتكلم كواحد من النوير، ما بتكلم كزول تنظيمي عشان بعدين ما تلخبط بين التنظيمي بتاع ايوه ولا زول ايوه يجي ينط في راسي يجي ولا انا زول لا، انا بتكلم كابناء النوير، وبقول ابناء النوير في السجون لازم يفكوهم خلاص، ده انا من ابناء النوير، ما بتكلم كتنظيم عشان بعدين ما تقول والله دين تانغ ده في التنظيم الفلاني، لا لا، انا زول بشجع وبجيف مع الجيش الابيض او بجيف مع الشباب بتاع ابناء النوير اللي هو درع بتاع ابناء النوير، حمايه النوير انا بجيف معهم، الشباب اللي هم حمايه النوير انا بجيف مع حمايه النوير الشباب كنويراوي. وشكرا. بنقول ري بلاري نورا شيء رأي ما شاء الله تو جلافنا مكوي شيء جونغن براي تو جلاف براي تو نورا براي تو جلافنا كبراي تو ليزنا كان جال بكلاش biram nan ling tu gelaw na metoda me yiro ay kan me bi ko ling bi gira man anti tu gelaw no medi bi palaka ngan jira tu gelaw na metod ke wo ngai tu gelaw na ngai tu gelaw na ke she gen wo ne de ro laka je che tu da je ro nga mo ra nga yeme mo nga ka tam ye nora mo she nga ka tam mina ande lar ye ka dun ko nya kire wala ti nga ka ne de nga me chiri ka dun ko nya kire tele manan kontin kwani nyade ke nyade kwani no gade che nya che gade no tile manan kontin kama we na ne kono ngu manan kon ka dungo cha nya kier kwan ka ya kwan no ti ko ni tin tin goro na meza ken cha kwa ma tv ne ka jube cha kwa ma television ne ka jube ken gara kon di kon ka jube cha kwa ma tv na ken mo nga ka tam cha kwa ma tv na so chora bura bol jube na ta ka jube na ta ka jube e bol me lo ram dit e bol me chi bal mwara tu ngoda min dinan be balarier mi je lakini bol mi je bol nto ka jube bol mi dit moya ka tam bol nto ka jube bol mi dit so cha kwa ma tv na chigon cha kwa ma chieng ni chieng dan changwanji na to ka ku chi ni cho tu yu to ka ni chieng min de larie wona ne ye nuara dun ko cha nya kier kwan chen nan kontin rewde min de dien jim tanzim na ya shidan daga ji ayiwo mu wa no ba ya da aji aja nga ba ya da cha wo to ko we sha bi jal kel ke juru ke jur ra du ni ji tanzim no tim bin che ngan cha de wutin che la re ni che jo ga ra ye cha da che ye jo yen ni che nga da ne ko nin tia ka ayiwo ye cha da shi wona ngan kai shun kun ko cha la ne nyin kun mala ro je me yen ji ayiwo ti ga du ayiwo mala wa ka la ka ja da nuor charo la brana ayiwo mateka dunga ayiwo makwa na je kwa na nyinora de jinga nuora ti ka ayiwo chite ka ayiwo jinga no de dunulas wer la babra tin babla na nyinora tile dung ram kel babla na je jin yen ji ayiwo to la na o biara no kor biana ko ti dunga ayiwo la me la de je ke dunga ra ma chara ga nuora cha la de ko gar ma chara ko ra ayiwo ji ayiwo to ka ramra la ruwe di na ta garas me di entetin ji ayiwo to ka munada mogwa to ka kware go to ka gwar rồi cái tung cái lão rồi cái tung lì rồi cái tung nuốt chơi thứ nó kiênมื่อวานกูเราเกินบ้าไปแล้วเราเกินบิ๊กไรลับยี่ไอ้อูบิ๊กอะไรไรแบบว่างานไอ้อูบิ๊กจะลิงลันเนี่ยยินไอ้อูเงินที่เลยยินไอ้อูแล้วเดินเนี่ยยินหัวระทูจะเป็นนังดองมาลาไรจะไหมแต่ก็ดงไอ้อูไม่ก็ละโน่ลักขินไม่ใช่การหัวเจ้าวันนี้เดี๋ยวไรก็ต้องหัวเด็กจะการมาได้เชียงร้อนเนี่ยเงินบัตรเจ้าอูเนี่ยลัดเนี่ยยินไอ้อูโน่so run kan mo la wa ban bia ba kon ngoda bia nga ba kon ngoda bia wu jo nyodo ina chen kan wa tin toto jende la yen no radial wi mon ke liu a jen won ne cha la ra da no re chere me che la pan mati jor ko dong bia linga to galaw na so mala ti jor bia nga no ne cha la anora so jen ba blar yen no ba ba joni yen ne ti ko la ka rodien pe gitar la wa nung na ka ye tin ye kien ba te ko kila ka ketila ka rodien te mo gor ngatin chang chang jo ne wala ki bul mel yi ka piem ka radu ki yin de bla ye ga ya du piem ne bul melo de ko petin no de ngai ka ma bi ka piem de je bi ka piem ru no bul mel ka na yem na ka ru ba na ka bu bi ka piem ru me che je kwa che je tin ye la nung ye tie ngu ke won ne cha won ne an hu kwa ga bul melo ka hu kwa ga du do ka hu de je no no ka pedien kan jang de ne ken kwa ken che no gor kana ko ni pedien kan jang ngay ke men ga ken jam til le manang ngatin bad mi nan ben nuar min ben no na ngar bagatin ma den nuar be chen je bagatin mo nga ke tam ma den nuar be yong bagatin chen ne ga nuar ko ndo kwim din na ko ga nuar yong ga la ga ne ke me ma la won ne ko jerte won ne ko jerte wo ken ta kwimi
ta ku ran ku ne lana dung cha ne ga kan mulam ne nyin siyasa ne dwai ka ro ka siyasa de dwai ka siyasa mu tim nang ne tin ko nuora de dwai ka siyasa ko kan ga nuora kan ga ju de ro dwai pal dwai ngara mi an waga so min de lariye a jen wona ne yene de ko ne tiya ke dundun me jel ke ye una la la jalab dundun tram ka ke ye ke tram jo ye ka me yene ke tram mai ye ngan ba ben ke ye ko ro ke ba ngan nang ke dundun tram libiye ne tram la lif ka mo go ro ba baro bo tin bo go ngo ro ngan den lab ngan den point la kin chi ka nuora ma ra je yeme ra je ya za nuora so je no balari ye no bi je video no wale bi je wona ne den ra je la bu nuora charwa la bran man tanzim ka no min chale waya mi she tanzim waya mi ka ga no lo no ya ka that's it lo no ya lo no ba do mai lo no ba mai kien mai lo no ba man mai lo no ba nyi man mai lo no ba pindien mai lo no ba re kien mai lo no ba kwa kien mai je lo ka ne so je de la yen wa ba pe wono ba jore ye ti la news ti wan ti se je la ki wo daga en dol jara daga en wo janga bi ka da ko bi ka da lief na neje ka am pa ye me bana chalan ki te ye ngone ba wo chabi jore ye nga ke nga la kin bal bialing cha na wo ka am pa ye me ka njong ti be bialing ya na wo ne ti ngwan bialing cha ka wo ye cha ka wo ye cha ka wo biala nga re yen karo ne ye ngwan ba ka wo ye ku me kier ka am pa ye me ka njong ta tin la wo ye na neje ki bana wo la wo ye na neje ki bana wash jin magor ga ne ngi kalam nuar la jun nga de ngi nuara ci ke lele je ko ni nga nuar be yoraka kama gu yet yelar ko ko nuara atana kon ka ni ko la kon ka asa jichen asa nuara fu to kon wala te ne ti kon kan ngi ne ngu amwagen ngando ngi ye malumat ji taran ko tana kor ma gu koro chong chankel ko la bu banyin kun be nyola biang jo de ngi la di nyin ko mo ko de ni ngona ngwa kan de ngi la de nyinas ti la nyira mulada aran mangana bar manga ba garo jini chinyin ko kolar si mena kolar si me chinyin ko mena ko ta ko tini chi kolar ko ya nga cha ga dan cha ga na wa la da ko ko tanatin wa na ngadi me kolar mutanatin ana ga da go me che kolar woni la ne ko ko tin binanyi ba lo no che la ro binanyi ga jang ko ro ran ga jang jello ke na so bi mal ko bete yakel ka biya tianga mal ka biya ne mal ko no ko ndial biala wole ngarun video biala share ke yakel balle je run run ke wukin ma ya wukin pa ra kon ke wukin ma erle dan dat bala barar tele time barar ye mo ga bala bata men ko talada ko les mer ke me mon ke wala mo raje yeme yom talata ke rawlana rawlana wala me changa janaro uye baro changa janaro uye baro jiramo mila ne ko la gore wo biya chang biya ngas changa janaro uye baro be gorbo be chang la gora nial akana barar ko tana tingwan kan la raje ka cha chang ra kan cha la ngas ke kan wala rawlana changa janaro uye baro bi mal ko be tekel ka biya ka ma ka mar ka ye changa janaro uye bada ka ye mal ko be tekel banale je che yo chen na ko la ba ra ga ra la gor nga wo chen ka di wala me kong yu mi odeng mal ma di longar mar yen ni dia la ko ni changa muskatam lo ya te ke ye dia la shaben changa ra ma kanen ma ne di ko ni tiling che ne yen dia ban le je ru no run be ba nyo la na tung ling li na ba ku ling ka na wo ma la ra na ka tung wo ra me che wo ne che wo ne cha ga jana ra wi ba ke lo ke che wo ne kon ma la ra ne ka tung li na me wo te ga ma gai ne ti la ma gai ne la ra ne tu cha ga jana ra wi ba ke ma ra ne tung li na me tung no ra me che wo ne an tu dia la ku ne ke ne ke ne gorian ne ku ne ga gwar ka ne gorian pin so che wo ne okay 26 so thank you